اهلا بيكم، صباح الخير او مساء الخير على حسب الوقت اللي انتوا بتشوفوا فيه فيديو النهارده. يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. وحشتوني جدا من اخر فيديو. النهارده هنعمل فيديو جديد. حط بقى نيتك على اي حد انت مثلا معاه في تباعد بينك وبينه، منفصلين ايا كان. هنشوف الشخص ده كيف يتخيلك، وهنشوف كمان ايه امنياته معاك. امنياته مثلا في العلاقه معاك، ايه اللي نفسه مثلا يعمله. اوكي، وهنعرف بقى تفاصيل عن العلاقه وتطوراتها. اوكي، هيكون معانا النهارده مجموعتين. ممكن تختاروا بالارقام رقم 1 او رقم 2، وممكن تختاروا بالاحجار، الحجر الاخضر او الاحمر. تمام. لو مثلا ما حبيتوش الاختيارات او بتفضلوا الحروف، هيكون الاختيار على حسب حروف اسم الطرف الاخر. دلوقتي هنبدأ. لو انت جديد في القناة ما تنساش تشترك. كمان حابة افكركم ان فيديوهات الابراج بتاعة شهر مايو نزل ال 12 برج، فهسيب لكم اللينكات علشان لو حبيتوا ان انتوا تشوفوا برجكم. نقسم بس الكروت ونبدأ. نبدأ أول حاجة بالمجموعة الأولى. أهلا بيكم. المجموعة الأولى اللي اخترتوا الحجر الأخضر أو اللي اخترتوا بحروف اسم الطرف الآخر. يلا أول حاجة نصفي نيتنا ونبدأ نشوف الطاقة العامة علشان تتأكدوا إن القراءة ليكم. بسم الله. شوف الطاقة بتاعتك انت أول حاجة اللي بتتفرج على الفيديو. الطاقة بتاعتك في العلاقة. الطاقة بتاعتك في العلاقة، أنا حاساك قلقان. أصحاب المجموعة دي انتوا ممكن يكون عندكم مخاوف. مخاوف مثلا من الارتباط، أو إن انت تقع في حب الشخص ده قوي لو دي مثلا علاقة جديدة. أو للمنفصلين انت ممكن تكون عندك حالة من الصد والمخاوف، علشان مثلا الشخص ده ما يعيدش حاجة معينة عملها فيك. حتى للمرتبطين مش عارفة ليه حاسة ان انت كأنك عندك مخاوف. المهم أصحاب المجموعة دي انتوا عندكم مخاوف من الحب، من الارتباط، من الشخص ده، ايا كان ايه وضع العلاقة، سواء بسبب مشكلة معاه او مشاكل من الماضي. حاساكم ممكن تكونوا حتى عصبيين الفترة دي، حاساكم بتدافعوا عن حق مثلا ليكم. المهم ان انت كأنك في حالة فيها عصبية شوية ودفاع وحماية لنفسك. طاقة الطرف الآخر بقى في العلاقة. شايفة هنا ان انت بتتعامل مع حد مستقل زيادة شوية. يعني حد ممكن يحسس الناس اللي حواليه ان يمكن هما مش مؤثرين قوي في حياته من كتر ما هو مستقل جدا. حد ممكن لو انتم منفصلين فهو هيكون سنجل. تمام. حتى للكراش هو هيكون الشخص ده سنجل. بالنسبة للمرتبطين هو يمكن بيركز في الشغل او في الاستقرار والماديات اكتر من العلاقة شوية. حد اهم حاجة بالنسبة له الاستقرار المادي، الاستقرار في شغل، يعتمد على نفسه في كل شيء، ليه عالمه الخاص. فتحس انه بينعزل كتير، ليه عالم خاص بيه كده شوية. تعالوا نشوف طاقة العلاقة. انت من طاقة نارية وممكن يكون هو من طاقة ترابية. طاقة العلاقة. العلاقة دي اون اوف، بالرغم من ان في مشاعر على فكرة، بس العلاقة دي شكلها اون اوف، بتقربوا وتبعدوا، او كأن حد في العلاقة دي بيهرب، يقرب شوية ويطلع يجري تاني. حد في العلاقة دي وجوده غير مضمون، ويمكن ده سبب مخاوفك، ان الشخص ده مثلا بيقرب ويبعد، او الشخص ده مثلا كان عنده علاقات كتير، او الشخص ده مثلا بعد عنك قبل كده. المهم ان هنا العلاقة دي اون اوف، فيها هروب وقرب، قرب وبعد، حاجات كده كتير، مفيش استقرار. حاساكم انتوا الاتنين بتراقبوا بعض في صمت، علشان كده انت عندك مخاوف والشخص ده شايفاه باني لنفسه عالم خاص. فالكروب بتنصحك ان انت كمان تعمل كده، ان انت يبقى عندك عالم كده رايق خاص بيك. تمام. شوف برضو مسجين عن تطورات العلاقة. هل مثلا في تغير عن الوضع الحالي؟ انا شايفة ان الشخص ده يعني عنده مشاعر ناحيتك. ممكن للبعض منكم انت حاطط نيتك على صديق، او الشخص ده العلاقة بينك وبينه بدأت بصداقة. عامة الشخص ده لو صديق او العلاقة بدأت بصداقة او ده كراش، فيمكن هيخلي العلاقة صداقة لفترة. تمام. يعني بالنسبة للكراش فالشخص ده هيفضل مخلي العلاقة صداقة لفترة. وللأصدقاء فانتوا أصدقاء كويسين مع بعض، بس زي ما قلت لكم العلاقة كأن فيها خلاف كده وقرب وبعد. بس دي مش علاقة وحشة 100%، بس لسه هنتأكد. يعني المهم ان هنا المشكلة بتاعت العلاقة في الهروب، والهروب ده عامل لك مخاوف وهو عنده عالمه.
العلاقة زي ما قلت لكم ممكن تكون بدأت بصداقة. شايفة ان هنا لو في حد مسافر ممكن بيرجع من سفر. شايفة ان حد ممكن يكون مشغول في الكارير بتاعه في مستقبله. طيب تعالى مع بعض نشوف الشخص ده لما بيفكر فيك كيف يتخيلك. كيف يتخيلك. ناخد كارت. يتخيلك شخص معطاء لأقصى درجة. يتخيلك شخص كريم جدا 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 معاه ومع كل اللي حواليك. كريم ماديا معنويا، بتقف معاه، بتساعده، بتعبر له عن حبك، بتديله من وقتك من طاقتك. فبيتخيلك ان انت شخص كريم جدا، وشخص يعني بتقدر انت توازن ما بين حياتك مثلا وما بين ان انت بتعمل له حاجات كتير. يمكن هو عكسك، هو اللي عنده شوية السيطرة او ما عندوش العطاء الزايد او بيتشغل كتير، لكن هو بيتخيلك ان انت شخصية كريمة بدرجة كبيرة جدا جدا. طيب نشوف كارت تاني عن كيف يتخيلك برضو. اسفة بس على الصوت. بيتخيلك ان انت حد ممكن تكون عامل نور، ممكن تكون بتساعد الناس، ممكن يكون حد ليك رسالة في الحياة، عندك طموح. فبيتخيلك شخص عندك هدف، عندك طموح، نشيط برضو في حياتك. بيشوف ان انت الطاقة بتاعتك شابة شوية، شغوف. ممكن انت اصغر منه سنا، او حتى انت الطاقة بتاعتك شابة شوية عنه. بس بيتخيلك برضو شخص حاد، خصوصا لو اتوجعت. فبيشوف ان انت كريم جدا، طموح جدا، كيوت جدا، كل الحاجات دي، لكن لو قلبت بتبقى صعب. بتبقى حاد جدا، عصبي جدا، بتحاكمه، تعاقبه عن طريق صمت، تقول له كلام. فهو بيشوفك حد قوي، اللي هو انت لو حد مثلا تعدى حدوده معاك او لو هو تعدى حدوده معاك، انت ساعتها بتقلب تماما. ما بيبقاش فيه بقى الطاقه العاطفيه ولا الطاقه الطفوليه دي خالص. لا، ده انت كأن الشخص ده بيتخيلك، خصوصا لو هو هرب منك او ضايقك، بيتخيلك انت ماسك له السيف، ان انت بتقول له تعالى، ان انت هتقول له كلام، ان انت هتعمل فيه حاجه، ان هتبقى صعب جدا. فبيتخيلك كده برضو. بيتخيل برضو ان انت شخصيه قويه جدا. انت فعلا شخصيه قويه، معطاء وحنين وكل حاجه، بس انت قوي قوي وليك سيطره عليه بشكل كبير. ممكن سيطرت عليه جدا، على مشاعره وعلى افكاره، احتويته. فانت ليك سيطره عليه. وانت شخص كمان قوي ومسيطر على غضبك، على مثلا مشاعرك، حتى على كل حاجة. فهو بيراك شخصية قوية جدا، بس في نفس الوقت شخصية حنينة ورومانسية وكل حاجة. وبيراك ان انت ممكن في موقف قوة في العلاقة حاليا. بيتخيلك كمان ان انت شخصية شغوفة جدا، ان انت حد كمان جذاب. ده بيشوفك بصورة حلوة قوي قوي، بس هو بيخاف من قلبتك على فكرة. فالمهم ان هو بيشوف ان انت حد، او بيتخيلك انت شخصية شغوفة، شخصية اكتف جدا في حياتك، شخصية شابة، شخصية مرحة، شخصية بتبدأ بدايات جديدة، عندك طاقة، طاقتك حلوة. هو عكسك، هو تحس ان هو حد مادي فقط، عملي فقط، لكن انت لا، حد تقدر توازن، حد ليك عالم برضو، بس عالم يعني شغوف. فهو بيتخيلك بصورة جميلة قوي قوي كمان. تخيلك ان انت جميل جدا كمان شكلا وجسديا، ومعجب بيك على فكرة. طيب اوبس، تعالوا نشوف امنيات الشخص ده. الابراج اللي موجوده لحد دلوقتي الطاقات الناريه والهوائيه والترابيه، وموجود معانا برج الاسد، الميزان. انا شايفه معايا كل الطاقات طالعه. ناخد 3 كروت من كروت الرومانس انجل عن امنيات الشخص ده معاك، ايه نفسه يحققه معاك. بسم الله. اول امنيه، بيتمنى ان بعد الانتظار اللي ممكن موجود في العلاقة او التوقف اللي موجود، ان التوقيت الالهي او الوقت يبقى مناسب. يعني الشخص ده كأنه عنده كمان امنية مهمة، هو بيتمنى ان انت تنتظره. الشخص ده ممكن يكون مسافر، مشغول، بيبني نفسه، بعد، حصل حاجة، فمن امنياته ان انت تستناه، تستنى مثلا وقت مناسب، تستنى مثلا حاجة معينة يخلصها، او ان انتوا الاتنين تنتظروا بعض لحد ما ازمة تعدي، وساعتها الدنيا ترجع تاني.
دي اول امنية. الامنية التانية برضو مش عارفة ليه حاسة ان من ضمن امنية الشخص ده ان يا اما انت تنفصل عن حد وتكون معاه لو انت مرتبط بحد تاني، او ان هو يبعد عن حد عشان يقدر ان هو يكون معاك. ده احساسي. من ضمن امنيات الشخص ده كمان ان الارتباط بينك وبينه يزيد اكتر، ان انتوا تتعرفوا على بعض اكتر، ان هو يفهمك وتفهمه اكتر، لان انتوا شكلكم مختلفين او مش فاهمين بعض كفاية. مش عارفة ليه الشخص ده برضو من امنياته ان هو بيبقى عايزك تتعلق بيه، مش عارفة ليه. الشخص ده ممكن يكون انت استنيته كتير مثلا، او في حاجة زي كده. المهم ان من امنياته ان انت تتعلق بيه وتستناه، مش عارفة ليه. ممكن دي تكون حاجة سامة بالنسبة لبعضكم، بس الشخص ده عايزك تفضل معاه، تفضل موجود، تفضل منتظره، تفضل متعلق بيه. ده احساسي. خلينا نشوف عن هل في تطورات في العلاقة دي. الشخص ده مثلا هيعمل حاجة يبقى في تطور. المسج بتقول لنا ان يمكن ده مش الوقت المناسب، لكن لما الوقت المناسب يجي الشخص ده يحاول ان هو يقرب منك، يبقى رومانسي اكتر، يعمل حاجة. يمكن الوقت المناسب مش بعيد قوي، ممكن يكون قريب. بس احساسي ان في ناس منكم انتوا بتاخدوا طريق جديد يا اصحاب المجموعة دي، تحديدا لو الشخص ده مثلا ضايقكم او عمل حاجة. عشان كده قلت لك العلاقة دي هيكون فيها حد بيهرب، حد بيبعد كتير، اون واوف. فعشان كده من امنيته انت تفضل متعلق بيه ومستنيه، عشان يقعد بقى يهرب ويقرب ويبعد ويعمل كل الحاجات بتاعته، لان هو بيشوف ان انت صعب السيطرة عليك على فكرة. تعالوا بقى نشوف رسايله. اول رسالة بيقولك انا عايز اشاركك الحب بتاعي. دي من امنياته. ممكن يكون الشخص ده خجول، مش بيعرف يعبر عن مشاعره، او مفيش فرصة حاليا لده، فمن امنياته ان هو يشاركك الحب ده او يقولك مشاعره. بيقولك ان هو بيشوفك في احلامه. الشخص ده بيحلم بيك، بيحلم بيك، بيتخيلك، بيتخاطر معاك جدا. كده نكون خلصنا قراءتكم. ميرسي جدا ليكم، ان شاء الله نشوفكم قريب في فيديو جديد. اهلا بكم المجموعة التانية اللي اخترتوا الحجر الاحمر او اللي اخترتوا بحروف اسم الطرف الاخر. يلا مع بعض نشوف اول حاجة الطاقة العامة، الطاقة بتاعتكم انتوا يا اصحاب المجموعة التانية. الطاقة بتاعتك بنسبة كبيرة لو في هنا انفصال، فانا شايفاك انسحبت من العلاقة دي، انت اللي انسحبت. لان شايفة ان اصحاب المجموعة دي يا اما انت في طاقة سفر او تغيير مكان او رحيل عن الوضع تاني افضل، او انت كأنك واخد بريك مثلا من العلاقة، اضطريت مثلا تمشي. بس خليني اوضح اكتر الطاقة بتاعتك. او حتى لو انت مش انت اللي مشيت، انا حاسه علاقه شكلها كانت قديمه قوي وتعرفوا بعض من مده طويله وفي حب وحاجات. بس حتى لو مش انت اللي مشيت، الشخص التاني مثلا اللي مشي، فانت قررت ان انت تموف اون، ان انت تطلع لقدام وان انت تنسى اي حاجه حصلت. حساك واخد بريك من كل حاجه، الطاقه بتاعتك منخفضه، طاقه فيها صمت. تعال نشوف طاقه الطرف الاخر في العلاقه. تمام. الشخص ده حاساه حد ممكن يكون شكاك اوفر شوية، او دايما عنده مخاوف من الارتباط او ان هو يلتزم في علاقة. فزي ما قلت لكم في مخاوف، في شك. حاسة ان الشخص ده ممكن يكون بيحاول يتابعك من فترة للتانية على السوشيال ميديا. شايفة ان ده حد ممكن كان عنده اختيارات تانية كتير. شايفة ان هو حد رافض الحب بشكل عام، مش شرط ان هو رفضك، لا خالص. شايفة ان ده حد كأن عنده رفض للحب، ومن كتر ما ان الشخص ده مثلا ما كانش متاح عاطفيا معاك، او ما كانش اكتف معاك كفاية، او حسيت منه بعدم اهتمام او برفض او برد متأخر، بعدم تفاعل، بحاجات كده، انت بدأت انت تزهق وتاخد بريك وتسكت خالص. لو انت ما عاتبتش ممكن تكون مشيت في صمت. طيب نشوف طاقة العلاقة. طيب العلاقة دي أنا شايفة إن
كأن كان في شغف او بداية جديدة والموضوع اتقلب، الكارت معكوس، فممكن كان في شغف، كان في انجذاب شديد جدا جدا في بداية العلاقة. دلوقتي ممكن حصل حاجة، مثلا الدنيا بدأت تقل، لكن حاسة ان مازال لسه في ما بينك وما بين الشخص ده تواصل روحي. طيب تعالوا نشوف باقي التفاصيل مع بعض. الشخص ده ممكن يحاول ان هو ياخد خطوة تاني على فكرة، في ممكن مسج هتجيلك من الشخص ده. العلاقة ممكن مش شرط ان يكون في انفصال، بس ممكن العلاقة فيها صمت من مدة طويلة، فيها توقف، مش بتاخد مثلا خطوات، كأن في صمت تماما او ثبات على نفس الحال، لكن الشخص ده يحاول ان هو ياخد خطوة قدامك. شايفة ان كأن حد ممكن كان في مفترق طرق، او انت والشخص ده كأن كل واحد فيكم مشغول، كل واحد فيكم في طريق، كل واحد فيكم في حياته، كل واحد في بلد، ده اللي باين. بس الشخص ده بنسبة كبيرة يحاول ان هو يخش حياتك تاني او ياخد خطوة مرة تانية. طيب تعالوا نشوف الشخص ده كيف يتخيلك. كيف يتخيلك يا أصحاب المجموعة التانية؟ بيتخيلك في طاقة ذا ستار، بيتخيلك شخص جذاب، شخص ممكن تكون على قدر من الشهرة، لامع في وسط الناس اللي حواليك، لكن بيتخيلك كمان صعب المنال، صعب ان هو يوصل ليك. ممكن انت اصبحت صعب المنال، صعب ان هو يوصل ليك في الوقت الحالي، ممكن بسبب فعل عمله او بسبب وضع العلاقة حاليا صعب. المهم ان هو بيراك نجمة، بيراك امنية، لكن صعبة التحقيق او صعبة المنال. الشخص ده ممكن يكون بيتخيلك جسديا بنسبة كبيرة. شايفة كمان ان هو بيشوف ان انت او بيتخيلك ان انت شخص شفائي، شخص بتساعد الناس على التطور والتقدم، وطاقة ايجابية جدا انت. وممكن تكون ساعدته هو كمان على ان هو يعمل شفاء مثلا من مشكلة عنده، او وقفت جنبه مثلا في حاجة. فهو بيتخيلك ان انت جميل جدا، وان انت حد مميز، وان انت حد ناجح. فده احلى كارت يمكن في التاروت اصلا، فهو بيتخيلك بصورة واو جدا. شوف اكتر برضو. بيتخيلك ان انت الساحر، بيتخيلك سحرته وجذبته. بس زي ما قلت لكم، لو كان في رفض من الشخص ده او حسيت منه بعدم اهتمام، فده مش بسببك، ده حد هو كده، هو حد ممكن كان غير متاح عاطفيا بسبب ظروف، بسبب انشغال، بسبب مشكلة عنده. لكن هو بيتخيلك ان انت الساحر، ان انت حد جذاب، ان انت حد متكلم مقنع دبلوماسي جميل جدا، عندك كل الموارد اللي تخليك شخص ناجح وشخص جميل. بيلاقي معاك الشغف، الحب، العقل والتفكير الكويس، ان انت حد عملي جدا. فبيحس ان انت متكامل من كذا حاجة، وبتقدر ان انت تتغير، متجدد، ان انت مش ثابت على شخصية معينة، لا انت حد بتعمل اكتر من حاجة، انت حد بتركز في اكتر من شيء، متجدد. واو، بيشوفك بصورة جميلة. ده بيتخيلك كمان ان انت الملاك، بيتخيلك ان انت حد هادي جدا، حد صبور جدا، ممكن تكون صبرت عليه كتير قوي. فهو بيشوفك هادي، حتى بيشوف ان ملامحك هادية، بيشوفك شخص روحاني، متصالح مع نفسك، قلبك طيب، متصالح كمان ومتسامح معاه ومع كل الناس اللي حواليك. حد جميل، بيشوفك بصورة جميلة قوي. اوكي، بس في حاجة هنا، هو بيشوفك بكل الصورة الحلوة دي، لكن أصحاب المجموعة دي انت يا إما انسحبت، يا إما كأنك اتغيرت عليه بنسبة كبيرة. فالشخص ده بيتخيلك برضو ان انت مشيت وسبته، ان العلاقة بقت حرب شوية، ان انت تركته لوحده، ان انت ممكن تكون يعني شكيت فيه خلاص وزهقت وبعدت، انسحبت طلعت لقدام. ودي ممكن تكون شكيت فيه او قلقت منه، والحاجات والازمات اللي حصلت في العلاقة دي خلتكم يبقى في سوء تفاهم وتشكوا في بعض، وبدأت انت تركز في شغلك. المهم ان الشخص ده شايف ان انت كنت بتوجه ليه طاقة وتفكير وحب، دلوقتي العكس تماما، ده انت بقيت خلاص ما بتحبهوش،
مشيت وسبته، بقيت بتشك فيه، بقيت عندك فرص تانية، بقيت عندك شغلك. بشوفك انت تحولت 180 درجة زي ما بيقول. بس هو مازال لسه بيتخيلك ان انت كل الحب وكل حاجة، بس مشيت. بالظبط، لسه بيتخيلك ان انت كل الحب وان انت كل الخير والوفرة والحب الغير مشروط، لكن برضو بيتخيلك انت مشيت، انت سبت له كل حاجة ومشيت، طلعت لقدام، او ان انت خلاص زهقت. ممكن عارف ان انت مشيت وانت زعلان ومشيت غصب عنك، بس بسبب حاجة هو عملها او بسبب ظروف. فانت برغم حبك وبرغم ان هو عارف لسه، بس انت مشيت. ممكن هو عمل حاجة. خلينا نشوف كده، هل الشخص ده مثلا ندمان او زعلان؟ يمكن هو دايما فعلا هو اللي مشغول، بس ده حد الايجو والكبرياء عنده عالي جدا. يمكن شاف ان انت ليه اتغيرت، انت ليه مشيت مثلا، لان هو الايجو عنده الكبرياء عالي. ممكن فعلا من تصرفاته، بس هو حاسس ان هو يمكن محتاج يعتذر لك. حد ليه عالمه كده برضو. انا جيت اشوف سبب تغيرك، شايفة ان انت كنت حاسس ان انت محتاج تبقى اقوى، ان يمكن الشخص ده قالك كلام ضايقك، يمكن حصل خيانة، حصل كسرة قلب، فعشان كده هو شايفك انت اتغيرت تماما. بس مش عارفة ليه الشخص ده دايما شايف نفسه ضحية، او ان لازم كل الناس تستحمله، او لازم كل الناس تسكت. مش عارفة ليه بجد يعني. لكن انت اتغيرت علشان سبب، فهو شايفك ان انت يعني كنت بتعمل حاجات كتير جدا وبتوجه طاقة كبيرة عليه، لكن انت اتغيرت تماما. بس انا لما جيت اشوف ليه، لان انت اتجرحت، وهو عارف انت مشيت وانت زعلان مع انك بتحبه. بس هو حد تحسه بارد كده، قاعد مكانه وما ندمش ما عملش. يمكن هيدرك ده بعدين. بس خلينا برضو نكمل كده ونشوف. تعالوا نشوف. بس هو عارف ان هو محتاج يعتذر لك، لكن بيحاول ان هو ما يبينش ده. الشخص ده بيحبش يبين ضعف ابدا، او يكون في موقف ضعف حتى لو غلطان. تلاقيه بيقلب ترابيزه، بيعمل حاجه. فانتوا الاتنين على نفس الطاقه، طاقه فيها قوه وسيطره. شوف بقى امنياته معاك. واو، بيتمنى معاك حاجات جميله، بس هو حاسس ان ده مش واقعي، لان انت مبقتش تحبه. انت يا اما قلت له انا مش بحبك، او انا كرهتك، او انا زهقت منك، او في حاجه حسسته ان ما بقاش في انجذاب، ان هو ان انت مبقتش بتحبه. طيب، او تصرف انت عملته. طيب، هنا من اول امنيات الشخص ده معاك، بيتمنى ان انتوا الاتنين تفتحوا قلبكم لبعض، سواء انتوا تفتحوا قلبكم او ان انتوا ترجعوا تاني تفتحوا قلبكم انتوا الاتنين لبعض، عشان يرجع تاني في طاقة حب بينك وبينه، وان انت تقدم له حب وان هو يقدم لك، وان تكون العلاقة امنة، ان انتوا الاتنين تطمنوا وتثقوا في بعض. بيتمنى كمان ان العلاقة تاخد ليفل اعلى من الالتزام، ان يبقى في خطوبة او زواج بينك وبينه. بيتمنى كمان ان يحصل مجهود في العلاقة دي من ناحيتكم انتوا الاتنين، تشتغلوا مع بعض. وان انت تتنازل مثلا عشان بتحبه كده، وان يرجع تاني في حب وتعملوا مجهود. بيتمنى كمان ان انتوا ترجعوا تاني تتعاملوا مع بعض، يمكن زي ما بدأتوا تتعرفوا، تتعاملوا بطريقة فيها حب وبراءة زي ما كنتوا أطفال، أو ممكن تعرفوا بعض من انه انتوا أطفال أو صغيرين. فهو بيتمنى ان انتوا الاتنين ترجعوا تهزروا وتفرحوا وتخرجوا، يبقى في رومانسية تانية تتجدد. هو عنده أمنيات كتير جدا جدا، بس يمكن عارف ان هي مش واقعية. طب نشوف عن خطوات الشخص ده، او هيعمل حاجة مثلا. هيحاول يتواصل معاك، هيبعت لك رسالة، في فرص بينك وبين الشخص ده. هيحاول ان هو يلاقي معاك حل سلمي، او حاجة ترضيكم انتوا الاتنين. في تواصل من ناحيته، هيكلمك وهيقول لك كل حاجة، وفي فرص حتى انتوا اصحاب المجموعة دي عندكم فرص تانية غيره، وهيلاقي معاك حل. بس اصحاب المجموعة دي المسج بتقولك لو انت محتار او متوتر، اعمل مديتيشن، اهدى، اطلب ارشاد من ربنا، حاجة تساعدك تعرفك انت هتقبل تاني بالرجوع ولا لا، لان انت اللي ممكن تكون محتار ومش متأكد انت عايزه ولا لا. طيب تعالوا مع بعض نشوف رسايله ليك.
بيقول لك انا بحس بالسعاده معاك بالظبط، يمكن ده نفسه ان هو يحسها تاني معاك. بيقول لك انا مازال لسه عندي مشاعر تجاهك. دي حقيقه. بيقول لك انا عايزك ترجع، دي امنيته، وترجع بقى وترجع تاني بقى بشغفك بحبك بكل الحاجات دي. طيب بيقول لك بقى في الرسالة دي، بيقول لك ساعات لما انت بتبقى فاكر مثلا ان انا مش زعلان، سواء مثلا مش زعلان منك او مش زعلان في حياتي، او انت بتيجي تسألني انت زعلان مني او زعلان من حاجة مثلا في حياتك، بقول لك لا، لكن انا ببقى زعلان بس انا ما بعرفش اعبر. هو بيقول لك ان هو لما بيزعل بيقعد لوحده وما بيعرفش يعبر، سواء يزعل منك او من حاجة تانية. فدي رسالته. كده نكون خلصنا. ميرسي جدا ليكم، ونشوفكم قريب في فيديو جديد.